3 أكلات بتحرق دهون الكرش من غير رياضة. مفاجآت علمية هتغير تفكيرك. من الآخر بص يا باشا، لو نفسك تتخلص من الكرش وتزود الحرق وانت قاعد في البيت، الفيديو ده ليك. النهاردة هنتكلم عن 3 أكلات بسيطة جدا تأثيرهم مباشر على دهون البطن وكمان مستويات الحرق في الجسم. طب يا دكتور ايه اول اكله؟ أول بطل معانا الشوفان. ليه بيساعد على حرق دهون البطن؟ لأنه غني جدا بالألياف، خصوصا نوع اسمه بيتا جلوكان. النوع ده بيبطئ امتصاص الكربوهيدرات، وده بيقلل مستوى الأنسولين في الدم، ولما الأنسولين بيقل الجسم يبدأ يحرق دهون بدل ما يخزن دهون. مفاجأة بقى ان في دراسات كتير اتعملت لقوا ان الناس اللي بتاكل شوفان بانتظام عندهم الكرش بيقل اكتر من الناس اللي بتفطر فطار زي الكورن فليكس او العيش الابيض. يعني لو كلت شوفان كل يوم هخس؟ لا مش كده بالظبط، هي مش عصاية سحرية، لكن الشوفان بيقلل الجوع، خليك تشبع لفترة أطول ويحافظ على سكر الدم، وده في الآخر بيخلي جسمك يخس بسهولة أكتر. طب الاكله التانية ايه يا دكتور؟ تاني بطل معانا الزبادي اليوناني. ليه بقى؟ لأنه مليان بروتين جودة عالية جدا، والبروتين محتاج طاقة كتير جدا عشان يتهضم، وده اسمه thermic effect food. يعني ايه؟ يعني مجرد انك تاكل بروتين جسمك بيصرف سعرات لمجرد الهضم. غير كده بقى الزبادي اليوناني مليان بكتيريا نافعة البروبايوتكس، والدراسات الجديدة بتحدد ان نوع البكتيريا اللي عندك في الأمعاء هي السبب لو كنت بتخزن دهون او بتحرق دهون. يعني الزبادي اليوناني مش بس يشبعك، ده كمان بيعدل الميكروبيوم في المعدة والأمعاء ويساعدك تتخلص من الكرش. طب الزبادي العادي مش كفايه ليه؟ العادي كويس على راسنا من فوق، بس اليوناني أقوى ببروتين جودة أعلى وسكر أقل. طب يا دكتور الاكله التالتة ايه؟ تالت بطل معانا البيض المسلوق. طب ده ليه مهم لحرق الدهون؟ لأنه غني جدا بالأحماض الأمينية الأساسية الاسينشال امينو اسيد. لما تبدأ يومك ببيض مسلوق تحس بشبع لفترة طويلة جدا. في دراسة مشهورة اتعملت، جابوا مجموعتين، مجموعة فطارهم بيض ومجموعة فطارهم كرواسون. تخيل بقى ان المجموعة اللي بتفطر بيض خست بكتير، رغم ان السعرات الحرارية بينهم تقريبا مستواها واحد. البيض كمان بيرفع هرمونات الشبع زي هرمون الجي ال بي 1 ويحافظ على الكتلة العضلية، ودي نقطة مهمة جدا لأن العضلات ماكينة الحرق في الجسم. بس يا دكتور مش قلتوا البيض بيرفع الكوليسترول؟ سؤال ممتاز. زمان كانوا بيقولوا كده، بس الأبحاث الجديدة كلها أثبتت إن الكوليسترول الغذائي اللي موجود في البيض ملوش تأثير كتير على الكوليسترول الضار في الدم خالص. بالعكس البيض بيرفع الكوليسترول النافع. والخلاصة يا جماعة كده عندنا 3 أبطال لحرق دهون البطن. الشوفان بيظبط الأنسولين ويشبعك، الزبادي اليوناني بروتين عالي الجودة وبكتيريا نافعة، البيض المسلوق يشبعك ويحافظ على العضلات. الجميل بقى انك ممكن تاكلهم في اي وقت، فطار، عشاء، غدا. قول لي بقى في الكومنتات ايه في ال3 اكلات دول انت بتحبه اكتر. ولو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل له لايك شير وسبسكرايب عشان غيرك يستفاد. وهي دي 3 اكلات لحرق الكرش ودهون البطن في البيت. من الاخر